السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. أبو صلاح في السعودية ده حقيقي؟ حقيقي. آخر ماتش النهاردة بتاع نيوكاسل لليفربول، أبو صلاح بعديها هيطلع على أهل جدة عشان يعمل الكشف الطبي، عشان إن شاء الله يتنقل لأهل جدة. كل الكلام ده احنا كنا بنقول إشاعات، لكن كل الصحف السعودية بتأكد إن ده آخر ماتش لمحمد صلاح. دي هتبقى أكبر صفقة عربية مصرية، 320 مليون يورو. ألف مبروك لمحمد صلاح ونتمنى له التوفيق. محمد صلاح فخر العرب. أي لعيب هيروح ليفربول محتاج مجهود كبير جدا 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 عشان يكسر الأرقام اللي عملها أبو صلاح، فربنا يوفقه ويقدم له الخير دايما. الأهلي واتحاد الكورة. اتحاد الكرة الاستاذ حازم امام عمالين يرنوا عليه عشان نشوف موضوع اللعيبه والمنتخب وتعارض ماتش الاهلي مع ماتش اثيوبيا. الاستاذ حازم امام طبعا متفرغ للزمالك دلوقتي، ما بيردش على حد. فالاهلي بعت جواب لاتحاد الكرة عشان يعفي اللعيبه من المشاركه في ماتش اثيوبيا، لان طبعا ماتش اثيوبيا هيبقى يوم 12، الاهلي هيرجع يوم 6. لا اللعيبه هتبقى، واللعيبه لسه خارجه من موسم طحن، اللعيبه لسه مش هتدي فيتوريا حاجه. فهو الراجل فيتوريا ده راجل بيفهم، واكيد هيستبعدهم من الماتش ده. يعني الماتش ده تحصيل حاصل وملوش اي قيمه ولا اي تصنيف. ده هيتلعب يوم 8. يوم 12 ماتش ودي مع تونس. طلعوا اللعيبه الشباب وشوفوا اللعيبه الشباب وشوفوا الكلام ده، وسيبوا الاهلي يستعد لماتش السوبر، ماتش قاري بطوله. فاكرين الكابتن حازم امام لما الاستاذ مرتضى منصور طلع على الهوا يشكره ان هو خرج زيزو والونش من معسكر المنتخب عشان يلعبوا الزمالك السنه اللي فاتت، زي اليومين دول كده، عشان تعرفوا الكوره بتدار ازاي في مصر. طلع على الهوا يشكره. احنا بنشكر الكابتن حازم امام انه خرج لنا زيزو والونش من المعسكر، مع ان برضو الاهلي في بطولة افريقيا اللي فاتت لما لقى المطوشة متعارضة مع بعض في كاس العالم للاندية ساب لعيبته للمنتخب، مع ان الاهلي كان ممكن يتمسك بيها، لكن الاهلي ساب لعيبته للمنتخب. قال لك دي بطولة وطنية واحنا بنلعب في بطولة العالم، وساب اللعيبة للمنتخب. شفتوا الدنيا ماشيه ازاي؟ شفتوا الدنيا بتدار في مصر ازاي من اتحاد الكرة؟ الاهلي يسيب لعيبته وهو بيلعب بطولة عالم، والزمالك ياخد لعيبته تخرج من المعسكر عشان تروح تلعب ماتش في الزمالك، سواء الونش او زوزو. تعال دلوقتي بيرنوا على حازم امام، مش تليفونه غير متاح. ادي الكرة بتدار في مصر كده. نروح للقائمة بتاعت الاهلي اللي هتسافر. 33 لاعب ما فيهمش القندوسي. ده دليل على ايه؟ دليل على ان القندوسي خلاص عقده خلص وهيتنقل لسيراميكا، وخلاص هو الموضوع موضوع ساعات قليله وهيخلص الكلام بتاع القندوسي. نروح بقى للمهاجم والهبد والرغي في السوشيال ميديا اللي بيقول لك ايه؟ موليكا ابو 10 مليون دولار. طبعا الاهلي بيدفعش الكلام ده وما بيروحش للكلام ده، وموليكا خلاص مش على رادار الاهلي. الاهلي بعت جواب للاداره بتاع سوزا ده، ورفع العقد ل1,350,000 دولار. هو ده اللي الاهلي بيعمله، لكن الاهلي بيدفعش عشرات والكلام ده. احنا الاهلي المصري مش اهلي جد. فكل الناس اللي عماله تقول لك موليكا ومش موليكا، موليكا مش في الحسبان نهائي. موليكا مش في حسبان الاهلي نهائي، لان الناس دي بتاعت باكشتاش دي مفكره بقى ايه؟ نغمه الدوري السعودي واللعيبه بتروح بملايين احنا الاهلي المصري هنا يا باشا على قدينا، مفيش الملايين دي ومفيش الكلام ده. هو ان شاء الله المهاجم هم سوزا خلاص رسيوا عليه ودقايق ان شاء الله، والاهلي هيعلن المهاجم الجديد. تمام. خبر بقى الوحش بقى ان السولية جاله مزق في الخلفيه وهيقعد يجي شهر، وياسر ابراهيم طلع له خراج في رجله، عمل عمليه وبرضه بس هيسافر، والسولية هيسافر.
ففي شويه حاجات كده في المعسكر، بس خير ان شاء الله. والحاجات الحلوه برضو ان اكرم توفيق رجع، وكريم فؤاد، اللعيبه دي اللي كان عندها رباط صليبي هيبقوا اضافه جامده للاهلي. وكابتن احمد عبد القادر رجع، بس رجع لنا بشعر بقى بعد ما كان اقرع، وبيعتذر لكولر بقى على التاخير وبتاع ومش عارف ايه وان شاء الله خير باذن الله. ودي كانت لمحه خفيفه كده، ونهاركم ابيض. ويا ريت تشتركوا في القناه، واللي ما اشتركش يشترك ونعمل لايك ونفعل زر الجرس. السلام عليكم.